اول ما شافته قالت لهم هو ده ابوه. اول ما شافت جمعه، ركزوا معايا عزيزه، اول ما شافت جمعه، اول ما شافته قدام الضباط ودخلوه لعزيزه المكتب، قالت لهم ايوه هو ده ابوه. هي لها من الله ما تستحق. اي حرف طلع من لسان عزيزه كذب، وربنا بقى يسامحها عليه. هو قال لك انا اكلته وشربته ولبسته احسن اكل واحسن لبس. طيب انا الناس اللي كنت بنام على الشوافش على المصادر بتاعتها في الشارع وانا صغير موجوده لحد النهارده. انا كنت رايح معتقد ان انا عزيزه كانت حنينه عليا جدا يا احمد وانت صغير. فانت تخيل بقى ان انت معاك واحده كانت خطفاك حنين عليك وبيقولوا لك انت هتروح لحضن امك الحقيقيه، يبقى انت هتبقى مستنظر ايه؟ هتبقى مستنظر حنيه اكتر من اللي انت كنت فيها اصلا. لقيتها؟ ما لقيتش ربع اللي كان في عزيزه. انت دلوقتي انا ابني مخطوف بقاله 11 سنه. ابني مخطوف بقاله 11 سنه. لحيف عليه. اول ما يجي لي يقعد معايا مثلا سنه سنتين وخليه ان هو اللي غلط، مش ان انت اللي بتطفشه. يعني خلي ان ابنك ده غلط عمل حاجه غلط، هيهون عليك تنيمه في الشارع على الرصيف؟ لا طبعا. طب خليه ان هو هان عليك انت عشان انت اب قلبك جامد. الام هيهون عليها ان هي تنام وتنفخ بطنها نوم وتسيبه نايم في الشارع؟ كنت بروح المدرسه. لحد سنه كام؟ انا خدت دبلوم صناعه معاهم يعني خدت يعني على عبال ما جيت اخلص الدبلوم كنت انا ماسك الشارع بقالي سنتين مثلا. اللي حصل كالاتي: انا جمعه من ساعه ما استلمني لحد سن الجيش تمام انا في الشارع بعيد عنه. تمام. ولو رجعت البيت بقعد فيه اسبوع وبطفش تاني. تمام. لما جه سن جيشي انا دخلت الجيش. حلو. في الفتره دي مراته اللي هي الام صباح كانت تعبت. تمام. لما تعبت اتحجزت في معهد ناصر. فحد من اصدقائه قاعد معاه، طبعا جمعه ما عندوش غير 2 صبيان، انا ومحمد. انا طفشان وفي الجيش ومحمد قاعد معاه في البيت، فمحتاج بقى اللي يطبخ واللي يغسل واللي يمسح واللي يعمل. فواحد صاحبه قاعد معاه شار عليه قال له يا عم ما تجيب ابنك اللي طفشان ده الكبير ده تجوزه وهو مراته برضه ايه تخدمكم في البيت. تمام. حلو الكلام ده اللي حصل. نزلت اجازه من الجيش، اخته ما كانش بيكلمها بقى لها 10 سنين، قال لي روح زور عمتك. بقيت مستغرب بس قلت ماشي خير اروح ازور عمتي. رحت لقيتهم جايبين لي العروس. اقسم بدين الله انا شفت حنيه في عزيزه ما شفتها في الكوكب. لما طلعت من الجيش وخلصت جيش وخدت الشهاده لقيت مراتي غضبانه. اللي هو ماشي. مراتي غضبانه مش موجوده. فين؟ قالوا روحت. طب نروح نجيبها؟ لا ما تخشش هنا. هروح لمراتي في ايه؟ تقول لك مفيش. ايه اللي حصل؟ مفيش. طب تعالى روح عندنا نعيش؟ لا. طب تعالى يا عم هات اجر لي الشقه وهديك ثمن الايجار وكل واحد فينا في حاله، انا فوق وانت تحت ونبقى في الورشه مع بعض. قال لك لا. طب شغلني في الورشه باليوميه واديني الشقه بالايجار؟ قال لي برضه لا. طب اديني عزالي وحاجتي وهاخدها واطلع اعيش بره؟ قال لي برضه لا. قال لا. طب امال انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ مطلوب مني اعمل ايه؟ غرقت، ما عرفتش اتصرف. بعدين بقيت الف على الناس الكبيره في البلد وعلى جيران وعلى قرايبه وعلى ناس من البلد: يا جدعان انا عايز اطلع عزالي من عند ابويا. واهل البلد شاهدين ونسايبي موجودين لحد النهارده. مسمر دماغه ان مفيش حاجه هتطلع. وبعدين مفيش حاجه طلعت. طبعا نسايبي عايزين حق بنتهم، اشتكوا بالقايمه بتاعت المنقولات. في الفتره دي كانت مراتي حامل. تمام. كانت حامل في ملك. انا حاولت بقدر الامكان ان انا اعيش، ما عرفتش. انت كنت ما بين العيلتين، ده مسمر دماغه عايز العزال وده مسمر دماغه مش هيطلع العزال. انت فاهمني؟ ده مسمر على كده وده مسمر على كده. تمام. وانا ما عرفتش احل. ما اصل ابويا لو واحد غريب هطلع حاجتي من عنده بالعافيه، انما ابويا همسك فيه قدام الناس؟ لا طبعا. فاستسلمت وسبتهم يعقوا اللي يعقوه. كانت فين الام بقى؟ الام موجوده. فتحت ورشه في التجمع وراح ورايا قفلها لي. ليه؟ مش عايز ننجح. اتصل بمراتي اللي هنا دي الله اتطلقي منه. مراتي جوه اجيبها لكم تسالوها والله العظيم. اتصل بيها كده وقال لها اتطلقي منه.
راح لبنت المدرسه لما عزيزه ماتت، قال لها ابوك قتل وحبسوه ومش هتشوفيه تاني. انت لما تروح لعيله مدرسه، طفله في المدرسه وهي في اعدادي لسه، وتقول لها ابوك حبسوه قاتل وحبسوه ومش هتشوفيه تاني، بتعمل ايه انت؟ وخدت بعض بالعيال بالهدوم بحاجتنا وخليتنا سايبه، وقلت لهم اتسلوا تعالوا فكوا العزال والحاجه ديت ولموها، عبال ما انا ايه اخد برضه مراتي وعيالي ونروح نقعد هناك ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. تمام. رحت قعدت هناك هو اسبوع. قبل العزاء ما يروح. اسبوع. مراتي طلبت الطلاق. مراتي التانية طلبت اللي هي معاك دلوقتي. طلبت الطلاق. ليه بقى؟ هي قالت لها انا هطلقك منه، يا تروحنا عند اهلي يا تطلقك. قلت لها لا قومي هات العيلين. كان عندي موتوسيكل، ركبوا ورايا الساعه 2 بالليل، كنت جايبها بيت ابوها. قلت له بص بقى انا عايز افهم، انت بقالك 22 سنه مستلمني، وانا يعني ابنك الكبير، المفروض انا اللي افتح الورشه دي، المفروض انا اللي اشغلها، واناش عاصي وماناش وحش وماناش مثلا عيل شمال، ما بجيبلكش مشاكل من حد، انت ليه بتعاملني كده؟ هو انا ماليش حق فيك؟ قال لي لا مالكش حق فيا. راحت جايه مراتي رده، مش انا قلت لك ان ده مش ابني، دمي فار، وقعدت اتحاسبن عليهم وسبتهم ومشيت. ايوه. طلعت ركبت المكنه وجيت على هنا تاني على القليوبيه. في الشقه دي؟ ولا ماشي. لا ما كانش الشقه دي، كانت شقه في الشارع اللي ورا. تمام. حلو كده. كده. الشقه اللي كانت ماتت فيها عزيزه. تمام. المهم لما جيت هنا البلد قعدت حوالي اسبوع ضربه في دماغي ان انا عايز اعمل DNA مع جمعه. تمام. ونسايبي عمالين يهدوني، ويا ابني انت كده اتجننت، في اب مش عارف مين اللي حبس ابنه ومين اللي ضرب ابنه ومين اللي زغل ابنه. اقول لهم لا ده مش ابويا، لازم اعمل معاه التحليل. تمام. فضلت ساكت، انا مش عارف اجيبها له ازاي برضه، يعني انا عن نفسي مش عارف اجيبها له ازاي، مش عارف تقول له جمعه ازاي. ولكن ربنا ساعدني، ولقيت واحد زميله برضه في البلد اسمه عيد اتصل بيا. انت ممكن لحد دلوقتي؟ اكيد يعني الله اعلم، بس ربنا يديله طول العمر يعني. فالمهم لقيته اتصل بيا، ما تزعلش من ابوك، وابوك كان زعلان وكان متعصب. قلت له يا عم عيد بقول لك انا بس والله هي رساله بوصلها لك. قلت له طب بعد اذنك رسالتك وصلت، ووصل له الرساله دي من اسلام. قال لي خير. قلت له قول له اسلام بيقول لك هو عايز يعمل معاك تحليل DNA، ولو مش هتعمله بارادتك انا هخليك تعمله غصب عنك.